السلام عليكم ورحمة الله. لو تركز في ال5 أو 6 سنوات الأخيرة وظهر هذا التيار القومي أو الذي يسمي نفسه العروبي أو كذا، تجد أكبر مشروع له وهو تقسيم البلاد. هو مشروع تقسيم البلاد، وهو يظن نفسه أنه يريد ماذا؟ بناء دولة وطنية. كمثال بسيط فقط، الآن في هذه الأيام كانت ذكرى بيعة سيد الأمير عبد القادر، وهذا شيء عظيم في تاريخ الجزائر. يكفي لما المخزني يقول لك أنتم دولة حديثة، يقول له البيعة كان لها 200 سنة، هذا أقل شيء. تمام. وأنتم عارفين أنه فيه تيار، أنه فيه طرف يحارب في سيد أمير عبد القادر. فلما الرئاسة، لما الدولة تفرض أو تأمر بإحياء هذه الذكرى العظيمة، المفروض أن تحتفي بهذا المشروع الكبير. مفروض كل الشعب، كل التيار القومي الذي يحب الجزائر يروح للمعسكر ويحتفي بهذا المشروع الكبير. ولكن بما أن هؤلاء أغبياء، مجموعة عزكم الله قطيع، يستجيبون لهذا الجرس المعلق عزكم الله بهذا الذي رضع منا لبن الحمار، تركوا هذا الحدث العظيم وراحوا يسمعون لشخص غبي تكلم من قناة عبر اليوتيوب، وجعلوها هي القضية. يا غبي، أنت بغبائك غطيت وشغلت الناس عن ذكرى ميلاد، عن ذكرى البيعة.